السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتبدل الحال إلى حال فسبحان مغير الأحوال. تخيل كده حضرتك معايا إن سعر الأونصة عالميا بقت 2200 دولار، ودولار البنك بقى 40 جنيه، ودولار الصاغة بقى 42 جنيه. يا ترى هيكون حال عيار 21 عامل كام وقتها؟ شفنا في الكام يوم اللي فاتوا حالة من الهدوء والانخفاض في سعر الدولار، وده طبعا تبعه انخفاض في سعر الذهب. وشفنا عيار 21 نزل لمستويات 2650، ولكن سرعان ما اتغير المشهد. يا ترى ايه السبب؟ خليني اقول لك ان الذهب اتحول من ملاذ امن الى صالة قمار حرفيا. طبعا ممكن النهاردة تخش تشتري الذهب يرفع معاك بعد كده وتلاقي زيادة في فلوسك، وممكن تروح تشتري دلوقتي فالذهب يسيبك وينزل تحت وتبقى خسرت من اصل راس المال. خليني اقول لك ان صانع السوق دلوقتي مش غبي. صانع السوق دلوقتي بيحاول يرجع الثقة اللي الناس فقدتها اليومين اللي فاتوا بعد ما اشترت عند عيار 21 مستويات 4200 و 4400 جنيه. الناس دي كرهت الذهب وكرهت التعامل فيه لانها شافت ان الذهب ما بقاش ملاذ امن، وبدأت الناس تروح تبيع بخسارة من القرف اللي شافته اليومين اللي فاتوا دول. وبناء عليه لازم صانع السوق يحافظ على السوق بتاعه ويحاول يطمنهم مرة تانية ان الذهب مهما كان ومهما حصل هو الملاذ الآمن، وان مهما حضرتك شايفه بينخفض لا لازم يرفع. واللي ساعده على كده بطء تحركات البنك المركزي الفترة اللي فاتت بعد مشروع رأس الحكمة، واللي ساعده اكتر ارتفاع السعر العالمي اللي شفنا السعر العالمي وصل عند 2140 دولار للأونصة. يا ترى الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ ويا ترى السعر العالمي اخره هيكون فين؟ وايه العوامل اللي ساعدت في ارتفاعه؟ وهل في تعويم الفترة الحالية ولا لا؟ وايه الحل الوحيد اللي ممكن نتخطى بيه حاجز التعويم، وان احنا نطول فترة ان احنا ما نعومش دلوقتي وممكن نأجلها شوية كمان؟ كل ده هجاوبك عليه، وما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق لينك جروب الواتساب او التليجرام. ده هسيبه لحضرتك تحت في اول تعليق، بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. خليني اكون واضح وصريح مع حضرتك. احنا شفنا الذهب والدولار انخفضوا بنسبة 40% تقريبا في الكام يوم اللي فاتوا، وكان طبيعي ان كمان السلع هي كمان تنزل بنفس النسبة 40%، ولكن شفنا النزول بشكل طفيف مش ملموس على ارض الواقع مقارنة بسرعة الزيادة. ضيف على كده بعض التصريحات السلبية اللي جت وكان على رأسها بعض أعضاء الغرفة التجارية في القاهرة، واللي قالوا البنوك المحلية ما زالت تتوقف عن فتح أي اعتمادات مستندية للمستوردين حتى اليوم رغم توفر سيولة دولارية بالبنوك على أثر صفقة رأس الحكمة. ده كان تصريح سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية. نضيف على كده كلام الخبير الاقتصادي وائل النحاس اللي قال نحتاج 60 مليار دولار لحل الأزمة. ارتفاع الدولار بالآونة الأخيرة غير منطقي، والمليارات التي حصلنا عليها لن تؤثر في السوق بشكل كبير. انخفاض الدولار جاء بسبب سياسة التهويل الإعلامي والترويع الأمني. نحتاج إلى 60 مليار دولار دفعة واحدة حتى نقول إن الأزمة تم حلها لفترة من الوقت قد تمتد ل3 سنوات. المفترض أن تستفيد الحكومة من الشلل الحالي بالسوق السوداء لجلب الدولار، إلا وستندم أشد الندم. خليني أقول لحضرتك إن التصريحات دي كانت سلبية جدا على الجنيه. على كده عدم اتخاذ البنك المركزي لأي إجراءات على أرض الواقع، وإن البنك المركزي بطيء في قراراته. وخد بالك إن الإشاعات هي اللي بتحرك السوق الفترة دي. في كلام دلوقتي على ان فلوس راس الحكمة هتروح لتفريعة جديدة لقناة السويس، وده كان سلبي جدا للجنيه. وخليني اقول لك ان السوق المحلي دلوقتي في حالة تخبط. طالما ما شفتش قرارات على ارض الواقع الاشاعات هي اللي هتسوق، وطبعا التجار بتهيس في الهيصة،
وكل واحد دلوقتي بيحب الإشاعة عشان يبيع على مزاجه ويسعر بدماغه. خليني أقول لك إن بعض الإشاعات دلوقتي هي كمان بتقول إن سبب ارتفاع السوق السوداء مرة تانية إن الحكومة بدأت تشتري هي كمان من السوق السوداء على الأسعار القليلة، وبناء عليه كتر الضغط على السوق السوداء شفنا الأسعار رفعت مرة تانية. خليني أقول لك لازم 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 ناخد قرارات سريعة الفترة دي، ولازم البنك المركزي يتدخل بأي قرار على أرض الواقع يكون صارم علشان نقدر نهدي السوق السوداء في الوقت الحالي. ايه سبب ارتفاع الأونصة العالمية إلى مستويات 2141 دولار للأونصة ورجعت تاني ل 2130؟ ايه السبب في الزيادة المفاجئة دي؟ طبعا رقم واحد البيانات اللي صدرت في أمريكا عن انكماش المصانع والتراجع في الإنتاج. رقم اتنين الهبوط في عوائد السندات الأمريكية. رقم ثلاثة طبعا رفع المعنويات للأسواق مرة تانية إن ممكن الفيدرالي الأمريكي يخفض الفايدة في يونيو القادم. ولكن خليني أقول لك إن حضرتك قدام 2 حدث مهمين جدا وهيأثروا على السوق العالمي بشكل مباشر. رقم واحد حديث جيروم باول اللي هيتكلم فيه يوم الأربع والخميس قدام الكونجرس الأمريكي، وأكيد هيظهر فيه أو أكيد هيتكلم عن الفايدة فيه. وخليني أقول لك إن الفيدرالي الأمريكي أو جيروم باول لو اتكلم وزود التفاؤل للأسواق الفترة اللي جاية إن هو هيخفض، هتشوف طبعا الدولار عند مستويات أعلى. ولو اتكلم وهد المعبد على دماغ الكل وجمد وشدد السياسة النقدية، حضرتك هتشوف المستثمرين بيروحوا يبيعوا الذهب ويرجعوا للدولار مرة تانية. رقم 2 بعض البيانات الأمريكية المهمة، ودي طبعا زي فرص العمل وطبعا الوظائف، دي هتظهر يوم الجمعة. لو جت برضو إيجابية للدولار وسلبية للذهب هنرجع تاني لمستويات 2070 و2050 للأونصة مرة تانية، ونرجع بقى للبيانات هي الفيصل. ولو جت العكس، جت إيجابية للذهب وسلبية للدولار، هنشوف مستويات 2150 و2200 دولار للأونصة. طيب السؤال دلوقتي، هل في تعويم ولا لأ؟ خليني أقول لك وقولا واحدا التعويم شر لابد منه، ولكن احنا ممكن نأجل التعويم للسنة اللي جاية عن طريق ان احنا نوفر دولارات في البنك. بمعنى ايه؟ بمعنى انه يتم اصدار شهادة كبيرة وليكن 35% مقابل التنازل عن الدولار جوه البنك. طبعا هتروح تحط الدولار بتاعك جوه البنك وتاخد عليه فايدة 35% بالمصري، وبعد كده لمدة مثلا سنة، وبعد السنة تسحب الدولار تاني بتاعك بقيمته بعد السنة، تبقى استفدت والبنك هو كمان استفاد، ونقدر نتكلم مع الصندوق في الشرط ده. وطبعا لو الصندوق تعنت في الشرط ده ممكن تحرك سعر الصرف جنيه او 2، لان هيبقى عندك وفرة، انت استفدت وافدت الناحية التانية اللي معاه الدولار والوضع في مصر استقر. غير كده التعويم كده كده هيجي، وكده كده الفترة اللي جاية انا متوقعه لو احنا ما استغلناش الوضع ده. الوضع كده كده الحالي بيسوق كل شوية بسبب بطء البنك المركزي، ولكن خلينا نشوف الفترة اللي جاية ايه اللي هيحصل. طبعا نيجي للسؤال التاني، هل الوقت الحالي مناسب للشراء ولا لا؟ خليني اقول لك حضرتك، لو انت النهاردة شايف ان الوقت الحالي مناسب ليك، او ان انت مش قادر تسيطر على نفسك، وان انت شايف الخوف والقلق مسيطرين عليك، اول ما تلاقي فرصة تصحيح وهبوط ادخل اشتري بجزء وريح دماغك. ولكن لو حضرتك عندك ثبات انفعالي وقادر ان انت تتفرج على المشهد، يبقى اصبر واتفرج لحد اتضاح الصورة. السوق السوداء دلوقتي مش باين لها معالم رايحة فين، ولكن احنا منتظرين تحرك البنك المركزي الفترة اللي جاية. خليني اقول لك كمان انا رأيي الشخصي ان الوقت الحالي غير مناسب للشراء على الاطلاق. خليني اقول لك ان السوق السوداء مش ارض صلبة، بمعنى تنفع للمضارب ما تنفعش للمدخر. المضارب بيبيع ويشتري ويبيع ويشتري، مش همه هو بيشتري من عند كام وهيسيبه قد ايه السنة ولا الاتنين، ده هو بيبيع دلوقتي عشان يكسب، اول ما يرفع يروح يبيع وهكذا. لكن انا رأيي نصبر شوية لحد الصورة ما تبان، مش اول ما نشوف السعر بيرفع نروح نجري نشتري ونزود كمان الهلع والخوف عند الناس كلها. خليني اقول لك لو السعر العالمي وصل عند 2200 دولار للأونصة، وسعر عيار 21 هيكون كام وقتها؟ خليني اقول لك لو دولار البنك 40
وشفنا دولار الصاغة 42، حضرتك هتشوف عيار 21 عند 2570 جنيه. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري، ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وهرد عليه. سلام.